بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا ام زياد حبايبي لو تفتكروني. النهارده هعمل مشروب حلو قوي. المشروب ده يا جماعه اسمه مشروب اسواني، اسمه الاباريج. ده اسمه اباريج. الاباريج ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده عباره عن دي عجينه بتتعمل، ماشي، عجينه بتتحط فيها حاجات بقى اعشاب. العجينة دي بتتحط فيها عشب أعشاب، بيتحط فيها حلف بر، بيتحط فيها حلبة، بيتحط فيها قرفة، بيتحط فيها طبعا الدقيق بتاعها ده دقيق ذرة، بيتعمل بدقيق الذرة والدقيق اللي هو البلدي، بيتخلط الاتنين مع بعض. تمام. ده بيتعمل على حاجة على النار بقى، بيتعمل على النار. في ناس بتعمله على الموائد، وفي ناس بتعمله ايه، الموائد اللي هي الأنبوبة، وفي ناس بتعمله على النار، بتسخله الجريد كده، وبتبقى عبارة عن عجينة سايلة زي عجينة الزلابية. تمام. وبتحطي فيها أعشاب. ده بقى المشروب ده بيغنيك عن أي أكل عايز تاكله في السحور بالذات. لو شربت منه كوباية حلوة كده محترمة في السحور، بتغنيك عن أي أكل أنت عايز تاكله، بيحسسك بالشبع، وبتقوم الصبح يعني يعني مفيش حموضة، مفيش يعني نفسك تبقى قلبة كده ولا حاجة الصبح. الناس اللي بتاكل بتتسحر وبتتبشم دي، لا، ده مشروب والله يا جماعة جميل ومتناول في متناول الجميع، وموجود في أسوان وعند النوبة وموجود في كل مكان، بيتباع في المحلات. دلوقتي الناس بقت تعمله في البيوت وتبيعه في المحلات، يعني من كتر جماله. بصوا خفيف جدا وهش جدا. بصوا خفيف خفيف، أخف يعني من الرقاق، أخف من الرقاق. يعني هو أصلا بيبقى، يعني هما بيعملوه كده ايه، على حاجه اسمها الدوكه، وبعد كده بيكسروه كده وبيعبوه في ايه، في اكياس، وبيتخزن بقى من السنه للسنه. في ناس بتخزنه في الفريزر، في ناس بتخزنه بتحطه في الثلاجات يعني. في ناس بتشربه من غير رمضان كمان، بيتشرب من غير شهر رمضان، مش لازم شهر رمضان بس. في ناس اللي هم الناس الكبيره في السن بيشربوه، بيحبوه قوي بالليل كعشاء ليهم، بيعتبر عشاء، لان ده عامل زي العيش، بيبقى بيتبل كده، جميل، بيحسسك بالشبع جدا، جميل جدا. اي حد ملوش نفس للاكل، عنده سخونه، نفسه مش قابله للاكل، لا، يقول لك ايه، اعمل لي شويه اباريج. هو ده الاباريج بتاعنا يا جماعه. تمام. اسالوا عليه، دايما موجود في اسوان وعند النوبه. هيعجبكم قوي قوي قوي، جميل والله وحلو خالص، وبيريح يعني الجهاز الهضمي. ايه بنعمل معاه ده؟ احنا بنحط سكر، ماشي، معايا مقدار ميه اهو في الشفشق بتاعي، بحط سكر فيه. تمام. ما فيهوش اي حاجه، العصير ده سهل وبسيط، مجرد ان انا بقلبه، اقلب السكر بتاعي. تمام. اقلبه وادوبه كويس في ميه ساقعه، ماشي، ندوبه كويس خالص كده لغايه ما يدوب السكر معانا اهو. تمام. بعد كده ابتدي انزل عليه بالايه، بالاباريج بتاعنا ده معايا اهو، بحطه اهو، انزل بيه شويه شويه اهو. في ناس بتحبه تخين وفي ناس بتحبه خفيف. تمام. احنا بنحبه ايه، بين البنين يعني، لا خفيف ولا ايه تقيل. اقلبه. في ناس على فكره بتقطع فيه فاكهه، بتقطع فيه تفاح، بتقطع فيه فراوله، بتقطع فيه جوافه، برضو جميل. بس الناس اللي هم الكبار في السن بيحبوه كده، يعني ايه، يحبوا ياكلوه كده بالمعلقه، تشربيه، جميل خالص 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 خالص، هيعجبكم والله يا جماعه. يبقى ده اسمه مشروب الاباريج، ده اسمه الاباريج، مشهور في اسوان وعند النوبه يا جماعه. تمام. ادي الاباريج بتاعنا اهو، احنا بنحبه كده. تمام. لو في عندي تفاح كنت حطيته مثلا عليه، ماشي، زي الكوكتيل يعني. بديله عصره ليمونه. تمام. اهي ليمونه محترمه كده، اعصرها عليه، ماشي اهو. ليمونه كمان، الليمون بيخليه جميل قوي قوي، يعني بيخلي طعمه حلو خالص. تمام. اهو معايا كده، اقلبه تاني، اديله تقليبه حلوه كده لغايه ما ادوب السكر اللي فيه. وبسيط وسهل، ما فيهوش اي حاجه، مجرد شويه ميه وسكر وعصره ليمونه، او نص ليمونه او ليمونه كامله، واحط الاباريج ده عليه. ده مشروبنا الاسواني يا جماعه، اسمه الاباريج. تمام. نصبه كده في الكوبايه، نشوف منظره عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام. شايفينه اهو، حاجة جميلة وحاجة زي الفل، وبألف هنا وشفا على قلوبكم إن شاء الله. بتمنى يكون عجبكم إن شاء الله يا جماعة، وتشتروه وتجيبوه، حلو قوي قوي قوي، جميل، هيعجبكم بإذن الله. أشوفكم في فيديو تاني حبايبي.